هاي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ انا جايه النهارده اقول لك على تجربه انت لازم تعملها، ومن غير التجربه دي صدقني انت فايتك كتير. بس قبل ما ادخل في التجربه، هي تجربه بسيطه جدا، بس قبل ما ادخل فيها انا بس حابه اشرح لك معلومه يمكن تكون انت ما عرفتهاش او ما سمعتهاش قبل كده. المعلومه دي بتقول ايه؟ بتقول ان انت حاجه غير الافكار بتاعتك. هتقولي ازاي يعني انا غير افكاري؟ هقولك انه اي حاجه احنا بنلاحظها دي معناها ان دي مش احنا. يعني انا لو لاحظت ان في مخده، يبقى معنى كده ان انا مش المخده. طالما انا قادره استوعب، اللي هو الشخص اللي بيستوعب، الشخص الواعي، اللي هو الجزء بتاع الوعي. طالما انت قادر تستوعب ان مثلا ده قلم، ده دفتر، دي شجره، دي مش عارفه ايه، دي زرعه، معنى كده ان الحاجه دي مش انا. طالما انا قادره استوعبها اكيد مش انا. مين الشخص اللي بيستوعب ده حد تاني، صح؟ طيب، انت هو الشخص اللي بيستوعب كل حاجه. وطالما انت بتقدر تستوعب افكارك، يعني انت قادر تسمع صوت الافكار، يعني معنى كده ان الافكار دي مش انت. خلاص. وطالما الافكار دي مش انت، فانا عايزاك تعرف انت مين. يعني طالما انت مش انت الافكار دي، طب انت مين؟ عشان تعرف انت مين محتاج تعمل تمرين بسيط جدا، تمرين تحفه. كل اللي بيطلبه منك انك تغمض عينك، تركز على النفس بتاعك، وتراقب الافكار. كل المطلوب منك انك تراقب الافكار، تتفرج عليها. اتفرج على افكارك وانت منفصل عنها. يعني ما توصفهاش ان دي انت، لان انت طالما انت واعي لها ومش عارف هي هتقول لك ايه كمان دقيقه. يعني هل انت عارف دلوقتي افكار هتجيلك كمان دقيقتين او 3 دقائق هتقول ايه؟ اكيد ما تعرفش، لانها مش انت. لو انت افكارك كنت عرفت هي كمان 3 دقائق هتفكر في ايه، كنت عرفت ايه الفكره الجايه اللي بعدها، طب وايه اللي هيجي بعدها. لكن لان افكارك دي مش انت، فانت ما بتبقاش عارف هي هتقول لك ايه. فكل مطلوب منك ان انت تنفصل عنها في مكان هادي وتراقبها. وانت منفصل عنها هتراقبها وتسمعها وانت منفصل عنها، لانها مش انت حاجة تانية. وعايزاك تعرف انت مين، طالما انت مش الافكار دي، طالما انت مش صوت الايجو. وهتلاقي حاجة غريبة قوي اول ما تبتدي تلاحظ الافكار دي، هتلاقي ان هما كذا صوت، وكل صوت منهم ليه شخصية، ليه كاركتر. ده مش معناه ان عندك انفصال في الشخصية ولا حاجة، ده معناه انه في حاجات كتير قوي جواك هي اللي بتطلع الافكار دي. لو عرفت تفصصها حتة حتة، وعرفت تسمعها وتشخصها زي ما بيقولوا، وتركز على مين بقى اللي بيسمع، مين اللي قاعد بيسمع الافكار دي، ما ده انت، صح؟ انت مين بقى؟ لو قدرت توصل لمعلومة مين الشخص اللي بيراقب الافكار دي، انت كده وصلت للالاينمنت، وصلت للنور، او وصلت للحقيقة. وخليني اقول لك ان الحقيقة دي ما ينفعش حد يحكي لك عنها، ما ينفعش حد يجي يقول لك ايه هي الحقيقة، ما ينفعش حد يجي يقول لك انت مين. لازم انت بنفسك تجرب وتوصل للوعي بتاع انت مين. تجربة تافهة وبسيطة، مش محتاجة منك اكتر من 15 دقايق كل يوم تقعدهم وتسأل نفس السؤال. كل ما يكون عندك وقت فاضي، اقعد راقب الافكار وانفصل عنها. صدقني حياتك هتتغير 180 درجة لما تستوعب ان كل الافكار اللي جواك دي ده مش انت. وكل الحاجات اللي اتزرعت من المجتمع كلها ليها صوت، والشخص اللي بيفكر ليه صوت، والشخص الخايف ليه صوت. لما بتسمع الاصوات دي كلها وتنفصل عنها، بتوصل للحقيقة. والحقيقة دي انا عايزاك تشاركني بيها بعد ما تعرفها، وتكتبها لي تحت في الكومنت. بس كده، ده كان تمرين النهارده، وده فيديو النهارده. اتمنى لكم كل الحب والخير اللي في الدنيا، وارجوك ما تنساش تعمل التمرين. مش هياخد منك 15 دقايق في اليوم، بس صدقني هيغير حياتك. وكل اللي مطلوب منك انك بس تعرف الفرق ما بين انت مين في الحقيقة، وتنفصل عن العقل والايجو والعادات والتقاليد والافكار وكل حاجه. راقبها بس، اتفرج عليها من بعيد. كل مطلوب منك انك بس تتفرج عليها من بعيد، وتسال مين اللي بيتفرج. ده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو تاني. بتمنى لكم يوم سعيد.